في يوم حر وتراب زي النهارده، وبشرتك بتكون لمت كل تراب الشارع وحاسه ان هي مش قادره تتنفس، حاجه واحده بس اللي بلجأ لها، وهي الميسلر ووتر بتاعت ريتاليا. اولا لانها غنيه بالكولاجين، فهتساعدني في الجفاف اللي حصل في فتره الحر الشديده دي. ثانيا بتنظف المسام كويس قوي لان فيها اويل بيدوب كل الدهون الموجوده في المسام والاتربه المتراكمه فيه. كمان هي آمنة جدا جدا لمنطقة حوالين العين، وما بتسببش أي حرقان أو أي وجع زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا مش قادرة أقول لكم، انتي لو حاطة ميك اب هي مش هتسيبلك أي نقطة ميك اب من غير ما تشيلها. ومش عايزة أحكي لكم على الحاجات اللي طلعت في القطن عاملة ازاي. حقيقي حسيت ان بشرتي رجعت تتنفس مرة تانية. كمان غير ان فيها كولاجين، فيها كمان خلاصة الخيار اللي بتساعد على تهدية البشرة لو حصل لها اي التهابات من الشمس. عشان كده هي بتشتغل كمنظف وكمان كمهدئ ومرطب للبشرة من اي التهابات. ويلا بينا على الخطوة التانية. وطبعا الخطوة التانية هو استخدام غسول البشرة، ومفيش أحلى ولا أجمل من غسول ريتاليا الفوم اللي بالجلايكوليك والساليسيليك أسيد. نضيف عميق جدا للمسام، كمان بيساعدك تتخلصي من أي تصبغات حصلت في البشرة، علشان خاطر الجلايكوليك أسيد هو من أصغر الأحماض اللي بتقدر تخترق البشرة، عشان كده بيساعد جدا في تقليل التصبغات وكمان علامات تقدم العمر. وطبعا بسيب الغسول حوالي 15 أو 30 ثانية على بشرتي، وبعد كده بغسلها. ويا على أحلى إحساس وانتي حاسة ان بشرتك اتشال من عليها طبقات من الدهون والأتربة اللي كانت على البشرة ورجعت تاني تتنفس. وبس كده.